سلام سلام. انا هو اللي بنتي فضحات مرتي، فضحاتها وفضحات خيانتها ليا. ايوا اجيو تسمعوا قصتي وما جرى فيها باش تاخذوا منها العبره وتفيقوا من القلبه. وباش تشاركوا معنا قصصكم الواقعيه تواصلوا معنا عبر الواتساب، وما تنساوش اللايك والاشتراك باش يوصلكم دائما كل جديد. احبكم في الله. سميتي سعيد. انا في الربعينات من عمري، في اوائل الربعينات. اسم على غير مسمى. هادشي اللي وقع ليا خلاني نكره سميتي، حيت ما عندي منه حتى شويه. انا واحد الانسان اللي معقول، معقول بزاف، ودرويش، ومتقي الله. خدام واحد الخديمه، موظف على قد الحال. سيكوريتي، راكم عارفين سيكوريتي شحال كيتخلص. على قد حالي، راضي بمعيشتي. ربي كتب ليا نتعرف على واحد بنت الناس، كانت ساكنه في الدرب اللي قريب لدربنا. انسانه اللي ظريفه وبنت دارهم، وكانت زوينه، وكان كيف كنقولوا مدصرها زينها. بقات كتشرط عليا، وفي الاول ما بغاتنيش. كانت باغا شي واحد اللي يكون لاباس عليه كيتخلص مزيان. كانت امنيتها تزوج براجل بدارو بطوموبيلتو بخيرو بخميرو. وليني انا لصقت عليها، لصقت العمى في الظلمه، وما خليت ما درت. وغريتها شويه وطمعتها شويه، حيت كان عندي واحد الورث اللي باقي ما تفكش، وهي كانت كتموت شحال سميتها الفلوس. الوالدين متوفيين، ولكن عندي اختي الكبيره بحال مهمتي في بلاصه مهمتي. كان عندنا واحد الورث اللي مضاربين مع عمي عليه، اولا بالاحرى عمامي عليه. كانوا باغيين ياكلونا في رزقنا، ودعينا معاهم، وبقى داكشي في المحاكم. وكل نهار كنقولوا هاد النهار يتحل، هاد النهار يتحل، هاد الشهر، هاد العام. راكم عارفين الدعاوي ديال الارث شحال كياخذوا الوقت. ولكن الحمد لله، واحد الوقيعه كانت ما دخلتش في داك النزاع. ملي قربت نتزوج، طلبت اختي عليها وبعناها، وخديت نصيبي. ومسكينه تعاونات معايا، حيت اختي الكبيره مزوجه بواحد السيد اللي ميسور الحال، وعندها وليداتها، ومسك عليها الله. الحمد لله ما عندهاش ما خصهاش، ولكن حسن مني ماديا، حسن مني. داكشي علاش شبعنا ديك الارض. خديت نصيبي وعطيتها نصيبها، ولكن عاوتاني قسمت معايا نصيبها. خدات غير شي حاجه قليله وقالت لي هذا كادو ديال عرسك. وداك الشيء اللي خديت، البركه اللي خديت هي باش كريت دويره زوينه، فرشتها، جبت للسيده صداقها ودهازها، وفششتها، وشريت لها كاع داكشي اللي بغات، وطمعتها بالمزيان. شريت لها التليفون، شريت لها الحوايج، الماكياج اللي حلت عليها فما حضرتها ليها. ولكن دصرتها بزاف. هذاك الشيء اللي وفرت لها في هذيك المده ما غاديش يبقى دايم، وانا كنت عارف داكشي. ولكن ما بغيتش نقولوا ليها. ديما كنقول لها اللي جاب هاد الفلوس يجيب غيرهم، دابا يتفك الورث وغادي نبرعك ونعيشك احسن عيشه، ونخليك اميره، ونجيب لك الخدامات، ونفعل لك ونترك لك. غاكوني ليا. كنت غنتسطى وغنهبل وغنهتر عليها، حيت كانت بالنسبه ليا هي اقصى احلامي. وإلا خديتها صافي، خليت ما خديت. من بعد من تزوجنا وسالوا الفليسات وبنت على حقيقتي وعرفت المعيشه الحقيقيه ديالي. راكم عارفين السيكوريتي ما كيدخلش بزاف، ومع ذلك كنت كنجي من الخدمه وكنعس لي واحد السويعات، وكنمشي كنبريكولي. مره نهز نحمل في المارشي، مره نمشي نبيع ونشري فاش ما جاب الله. المهم ما كنجلسش، ما كنريتيش، وما كنعيش، ما كنقولش ما كنقولش باش ندخل الفلوس اللي غيرضيوها، باش نجيب البركه اللي غتسعدها. ما عنديش المشكل انا ناكل ما ناكلش. المهم هي في الليل ندخل ليها سندويشات، عصيرات، ديسير، لوز، قرقاع، كاع داكشي اللي كتبغي خاصني نجيبو ليها. وما نقولش لكم من حملات وبركت لي توحم ليا، دوزتني من عين البرا، ما خلات فيا غير اللي نسحت. فيما كان شي حاجه ما كايناش تشهتها عليا، وانا كي الكلب المدلون نجري هوك ونجري هوك. ما تلومونيش، راه شحال من راجل خاصو مرا، وشحال من مرا خاصها راجل، راه حتى حد ما لقاها كيف بغاها. المهم درت اكثر من جهدي واكثر، وحمتها وشريت ليها الحوايج ليها، التربيه ما قصرتش من جهدي.
وملي قربت تولد قالت لك حكا الواد تسلف وتكلف وشوف مع اختك وولدني في كلينيك. قلت لها لا واه، اختي تقالت عليها وبزاف. قلت لها ما فجهديش، تخاصمنا وضربنا وغضبات عند امها ورديتها ب66 كشيفه. قلت لها ما نقدرش نولدك في كلينيك، اللي نقدر ندير هو نولدك في سبيطار الدوله، ولاني غنشوف شي قابله ونتهلا فيها وتهلا فيك ودوز الامور بسلام بحال اللي كاين في الكلينيك وكتر. وداكشي اللي درت، ما قصرتش من جهدي وجبت لي كاع داكشي اللي خاصها وتهليت في القابله وتهلات فيها ودازت الامور على ما يرام والحمد لله. ودات لي بنيه كتحمق بالزين. قالت لك والو نونو كحل عيونو بغيت السبوع بحال بنات خالاتي. ما يقولوش مرت السيكوريتي، يعني ما قاليش لهم حق انا سيكوريتي، قال لهم بانني موظف في شركه ديال السيكوريتي ولكن ماشي سيكوريتي عادي. المهم انا ما سوقيش دبر راسها تقول لي بغات تقول. كنت طالب معاها غير التعادل، ما تخرجش ليا شي بلان اللي كثر من جهدي. ما خليت من عند من تسلفت، كلشي الناس مسلف من عندهم، اللي معايا في الخدمه واللي في العائله واللي الجيران الصحاب كلشي مسلف من عنده باش نرضيها ونوفر لها كاع داكشي اللي باغا، حيت كنت كنبغيها بزاف وكنحماق عليها. كنت كنحس بانها هي بزاف عليا، كانت ما كانت زوينه عليا ومفشه، وانا كنت كنحس براسي لا علاقه قدامها. كنقول الحمد لله اللي قابله عليا وراضيه بيا، وهادشي اللي كان كيخليها تدلني كتر وكتر. ما لقيتش اللي قرصني، ما كان عندي لا اب لا ام اللي وروني مين ندوز. واختي راه كانت مشغوله وما كانتش كتحملها وما عندهاش معاها، وكانت كتهضر معاها مره في شحال غير باش دير ليا خاطري. حتى فاش جاتت بنيتي فرحات اختي وبغات دير ليا الصواب، ولكن مبغاش تتلاقى بها لانها ما كانتش كتحملها لله في سبيل الله. صيفطات الكادو والزروره ما قصراتش، صيفطات سلسله الذهب للبنيه والزروره فلوس نفيسه، ولكن ما قدرتش تجي. ومرتي ما تسوقش انها ما جاتش، بالعكس جات من الجنه والناس فرحات. المهم عندها جاها الكادو وانا اعتذرت لها، قلت لها انا مسافره مع راجلها. قالت لي معليش ماشي مشكل، المهم صيفطات الكادو درت الصواب، درت بحسابي. حيت قلت لكم كان عندها الطمع كيبان في العينين، انا اللي كنت معمي. ومشات ايام وجات ايام، بقينا على ديك الحال، بالليل سيكوريتي وبنهار بيع وشراي حمال، فاش ما بغيتي تلقاني. حتى كبرات بنتي ودارت تبارك الله 5 سنين وحنا على ديك العيشه، ما بقيناش زدنا الولاد حيت يلاه نتكافى مع ديك البنيه. الحمد لله ترقعت شويه، اختي كانت كتهلا فيا ما كتقصرش من جهدها، تصيفط لي الحوايج البنيه، تجي عندي مره للخدمه تجيب لي دور معايا، تصيفط ليا دايره اكثر من جهدها وكتعاملني بحال ولدها ماشي خوها. حتى كثر عليا الحمل وتقال عليا بزاف، خصوصا ان البنيه بغات تدخل المدرسه. المراه متطلباتها غاديين كيتزادوا، عييت بقيت بالتخمام. اختي اقترحت عليا، قالت لي علاش ما تشوفش نشوف لك مع واحد السيد من عائلة راجلها، كيجيه من عائلته، عايش في الخليج، عايش في واحد الدولة خليجية. قالت لي شوف معاه يديك سما، انت تبارك الله بصنعتك وبحرفتك وانت صباع صناع ورزق طايح، شحال من حرفة كتقن، انت قباص تلقيني، نجار تلقيني، بلومبي تلقيني، بناي تلقيني، فاش ما حطيتيني نقدي. تبارك الله كنعرف كلشي، كاع الحرفي دوزتهم. هذا الراس داز عليه بزاف، كنت قانع، كنقول اللهم لك الحمد، كنجيبها حلال من ما كانت من فم السبع. قالت لي علاش ما يدبرش لك في شي كونطرا تمشي تما انا نخلص الكونطرا، السيد يدير معاك زوين ويديك تما تخدم على راسك برك شي، شوف شحال تقدر تبرك 3 سنين 4 سنين 5 سنين، دبر على راسك جمع فليسات ورجع هنايا دير شي مشروع باش تقعد به راسك وتكون به مع بنيتك. قالت لي اما هاد الخدمه ديال السيكوريتي في الليل وبنهار، مره عطاش مره حمال مره بيع الشري، راه بزاف، راه كتهلك في صحتك اخويا، وانا كنشوفك كنتقطع، ما مرتاحاش لهاد الحاله اللي انت فيها وما سوقرت لك شيء. قالت لي اللي نقدر ندير معاك هو بان السيد يطلبوا راجلي ونطلبوا انا يدبر لنا في شي كونطرا، يعني بثمن مرخص شويه ونتعاونوا عليها ونصيفطوك. قلت لها درتي فيا هاد الاجر ما عمرني ما نسى خيرك. قلت لها انت هي امي وهي اختي وهي كلشي. فرحت بزاف وشكرتها بزاف. قلت له واخا انا ما يهونش عليا فراق بنتي، وبنتي كان هي عيني اللي كنشوف بهم، وما قدرش على الغربه وتمارتها ولا اني على رجد بنتي وباش نعيش عيشه مزيانه، لا هي لما نمشي نتكرفص ونتغرب ما عنديش المشكل. قالت لي صافي يكون خير. ومن هذيك النهار
فرحت وتبدلت لي الشوفه ديال الدنيا في عينيا. وبنتي كنهضر معاها ونضحك معاها كنقول لها صافي انا غنسافر وغنجيب فلوس بزاف وغندخلك لمدرسه كبيره وغنشري لك البيكالا ونشري لك الطوموبيل ونشري لك دار زوينه وندير لك ونفعل لك ونترك لك وندير لك العيد ميلاد ونشري لك الكساوي اللي بغيتي. والبنت فرحات حيت بنتي تبارك الله كتهضر. بقى لها داك العام غيدخل التحضير، يعني طالعه في 6 سنين. هذاك العام غتدخل التحضيري كتهضر تبارك الله قوي فسا قوي فسا قوي فسا. كانت تبارك الله خارجه لامها لا في الزين لا في القفوزيه. امها فرحات ملي قلت لها راه غادي نمشي للخارج، فرحات قالت لي ديك البلاد زينه وفلوسها زينين وفيها الخير والخمير وسير دبر على راسك وبقى تصيفط ليا وانا نجمع ليك ومنين نجي ندير شي مشروع ولا نشريو شي بقعه ونبنيوها ونديرو تحت المكازات ونديرو شي قهوه والفوق نسكنو فيه. وبدات كتخطط وبدات كتكاد فرحات وعاد عجبها الحال وبدات كتضحك معايا وتهضر معايا وتفشش فيا. قالت لي كون هاني على البنت غنديرها في عينيا. وبقينا هذيك المده كنصاوب الباسبور كنطلعو نباط نصاوب الوريقات. باقي ما قدمتش استقالتي للخدمه، قلت لها نخلي الخدمه هي اخر حاجه تتبقى لي الطياره نهار عاد نخرج من الخدمه لان ماشي ساهل ما نطيقش. بقيت كنقاد في الامور كنصاوب الباسبور بشويه بشويه كنقاد اموري. وهذاك السيد كان كيتواصل معايا عطاشون مرتي اختي كيهضر معايا. واحد النهار انا جالس في القهوه مع واحد صاحبي ناض. انا داك السيد عيطت ليه ما كنت باغا نسولو على شي حاجه ما عقلتش شنو كنت باغا نقول ليه نسولو. كنهضر معاه دير كاميرا وكنهضر معاه كيهضر معايا بالخليجيه. هو مغربي ولكن ديك اللغه ديالو صافي ولات بحال تما حيت تعاشر مع دوك الناس كيهضر معايا بديك اللغه. وبنتي حدايا حيت كنخرج معايا القهوه الخدمه فين ما مشيت هزها خرجها معايا. وانا كنهضر معاه وكنهضر معاه بديك الخليجيه ديالو وبنتي كضحك كنقول شنو قال لك شي كيف قال عمو على راسي حبيبتي. وكيهضر معاه ديك الهضره وكيضحك معاها. دورت ليها الكاميرا وكتهضر معاه ولقاها كتجاوب معاه بهذيك اللغه ديالو. انا ما كنعرفش نهضر معاه مزيان كنهضر معاه بالدارجه العاديه وهو كيهضر معايا بالخليجيه. ولكن ملي دوزت لي الدري بدا كيهضر معاها كتجاوبو. بقيت كنبقى في عينيا ولادي فين تعلمتي هذا الشيء. كضحك ويقول لي تبارك الله على البنيه عندك خليجيه كنا صيفطيها ولا جبتيها تخدم معاك احسن منك ولا هي انت خدم وهي ترجم. بقينا كنضحكوا ولكن انا بقيت مشوش. قطعت معاه قلت له قول لي يا بنتي فين تعلمتي هذه الهضره. قالت لي كنسمعها. قلت لها فين كتسمعيها. قالت لي وما نقدرش نقول لك ضربني ماما. قلت لها لا قولي لي وما تخافي من حتى حاجه. قالت لي الا بغيتيني نقول لك شري لي حلوه لاكريم ومناضه ونقول لك. قلت لها هي الاولى ديك الساعه عيطت للسرباي قلت لي عافاك خويا طار المحلابه جيب لي حلوه لاكريم ومناضه دابا للدريه. مشى جاب. قلت لها بنتي ها كولي شبعي قولي لي فين سمعتي هاد الهضره كيفاش تعلمتي تهضري هكا. قالت لي ما تقولش لماما حتى حاجه الا عقت بينا ماما غتذبحنا بجوج. قلت لها اش كتقولي تهضر. قالت لي نحرك انت وباك اللي عزيز عليك حيت هي عارفه بنتي متعلقه بيا وانا متعلق بها. قالت لي فاش كنت كتمشي للخدمه انا حيت بنتي ما كتقراش باقا ما دخلتش المدرسه ولكن كانت كتمشي مره لواحد الروض حدانا كنخلصوا ليها مره كنمشي. قالت لي كنت كنمشي للروض وبعد ما كنجي بكري كتخليني ماما في الصالون كتقول لي بقي هنايا ولا كتشعلي التلفازه في البيت وتسد عليا. وكتمشي هي للبيت وكنشوفها شاعله التليفون ديالها وكتشطح وكتهضر مع الناس كتهضر معاهم بهذه اللغه. وانا تعلمت. قلت لها كيفاش دير التليفون كتشطح. قالت لي راه واحد النهار دخلت وهي تسلخني. قالت لي علاش دخلتي عليا ما تبقيش تدخلي عليا. قالت لي وانا كيعجبني داك الشطيح اللي كتشطح والحوايج الزوينين اللي كتلبس وانا كنبقى نطلع عليها من الباب وكنسمع اش كتقول. كتبقى تقول هذا الشيء تكرام حبيبي على راسي حبيبي ترشرش. قالت لي هاد الكلمات. بقيت مصدوم كنقول الدريه الصغيره كتقول هاد الهضره. قالت لي كتشطح كتلبس هذاك الشيء ديال هذوك اللي كنشوف في التلفازه كتلبسهم كتبقى تشطح في التليفون. ملي كتقرب انت تجي كتطفي التليفون وكتخبيه وكتقول لي عندك تكوني كنتي كتسمعي ولا جيتي عندي ولا شي حاجه وتقولي باباك شي حاجه. كنقول لها ما كنت انا كنت كنتفرج ما شفت والو. قالت لي دائما بابا كتبقى تشطح في التليفون. وديك النهار فاش ضرباتني فاش دخلت عليها البيت وحصلتها كتشطح وبقيت كنشوف لقيت كتشطح داك اللي كتشوف معاهم كاميرا لابسين هذاك اللبس بحال هي صاحبك هذيك اللبس ديال السواعده ديال الخليجيين هذيك الزيرو في كروسوم وداك المنديل الابيض. قالت لي لابسين بحال هذاك صاحبك
ومنين شفتها قلت لها شكون هذاك عمو اللي كدوي معاه وكتشطحي لي؟ حتى انا بغيت نشطح، حتى انا بغيت نغني ونقول داكشي بحالك، حتى انا كنعرف نهضر ماما. تقول لي وخاتني قالت لي فين تعلمتي هادشي؟ قلت لها كنسمعك ملي كتكوني كتهضري كنبقى نسمعك. قالت لي قطعي حسك عمرني ما نسمعك تقولي هادشي، انا كندير هادشي باش نجيب الفلوس باش نشري لك كاع داكشي اللي خاصك. واش بابا كيشري لك الحلوى لاكريم؟ قلت لها لا. واش بابا كيشري لك المناضه؟ قلت لها لا. واش بابا كيشري لك غيشري لك الكسوه ديال الاميرات اللي بغيتي؟ قلت لها لا. ايوا خليني انا كنشطح في التليفون مع هاد الرجال باش نشري يعطوني فلوس ونشري لك داكشي اللي بغيتي، يلا ما تقوليهاش لباباك باش الا صيفطوا لي فلوس نشري لبنتي. قلت لها صافي ماما نقول ليه حتى حاجه، بقيت تشطحي ما عنديش مشكل، بقيت تشطحي وخليني غير نسمعك اش كتقولي، كيعجبني نسمع داكشي. بقيت انا مزيزن كنسمع في الدريه نجر ليها في لسانها، نجر ليها في لسانها بشويه كنتصنت وانا مصدوم. الدريه ما عندهاش علاش تكذب، بنتي قافزه ودكي دكي ولا شتيها كتهضر تقول هاد البنت عندها 8 سنين ولا 9 سنين ولا 10 سنين، سلامتها حادقه وحاره وقويفزه، وتخرج منك الهضره بلي طريه ليك، لان امها معيشاها في واحد الوسط. انا كنضل خدام ونبات خدام، ما كنعش حتى 4 سوايع ولا 5 سوايع مقاده على قبالهم، والبنت خاشيه ليا الام في واحد الجو ديال الفساد. شنو هادشي كتشوف الدريه؟ مرتي على اخر ايامي انا اللي كنضرب عليها الكرفي، وكان نمشي نطلب اللي واللي ما يسواش باش يخدموني، ونهز على ظهري تقل باش نوفر ليها اللي بغاتو. كتمشي تشطح للخليجيين وما عرفتش والله الا من الله شنو دايره. واش تيك توك هذاك ولا داك التخربيق دايره ولا شي ابليكاسيون ولا شي سيت ولا الله اعلم، وكيصيفطوا لها الفلوس. صدمت ما عرفت باش تبليت، هزيت بنتي مشيت بركت في واحد الجردة، بكيت حسيت براسي حقير وتافه وما عندي شخصية وما عندي حتى شي حاجة. حسيت بها حقراتني بزاف، وقلت مادام كدير هاد الشيء بالعلالي قدام بنتي، يعلم الله شنو دايره مورايا، يعلم الله اش كدير باش ما كنكونش انا. فاش كتدي الدريه للروضه عمرني ما باقي غنثق فيها. الا مشيت درت فيها شي كارثه ضربتها لها بشي قجه غنمشي عليها للحبس ونشرد الدريه. الا سكت انا ماشي راجل وديني حرام عليا وناكل معاها في طبله وحده والسيده فاسده وانا في دار غفلون. عرفت باش تبليت، عيطت لاختي عاودت ليها من طقطقه السلام عليكم، بكيت عليها عاودت ليها قلت لها قولي لي شنو ندير، واش ناخذ حقي بدراعي ونتسمى راجل، واش نمشي نواجهها ولا شنو ندير، ولا نطلقها ونصيفطها باش نسمح لها ونعيش معاها؟ مستحيل. قالت لي شوف اول حاجه غديرها غتدخل غضرب الطم، غتوصل الدريه ما تقول لها حتى حاجه، غضرب الطم وغتدخل وغتمشي تقلب في الدار، تلقى لها اي سبب باش تخرجها من الدار، ديها لاي قنت تسلت عليها شوف شنو دير، ورجع قلب على هذاك التليفون، خاص يكون عندك الدليل داك التليفون. وقالت لي انا غنصيفط لك الفلوس، غادي تدي الدريه للابوراتوار وغادي دير لها التحاليل، داك راه غاليين وكيتعطلوا. تعرف الدريه واش بنتك ولا ماشي بنتك؟ قلت لها سطيتي اش كتقولي؟ قالت لي الله اعلم، اللي كدير هذا الشيء في الانترنت يعلم الله، اللي كدير شي في المواقع يعلم الله اش كدير في الواقع، الواقع يعلم الله اش كدير. مرتك ما مصفياش، مرتك طماعه، مرتك مدصرها زينه. كنقول لك قلت لك من الاول انا هذيك السيده ما مرتاحاش ليها، سير قلب على راسك. ديك الساعه لقيتيها بنتك، بنتي هذيك الله بالعذر نهزها معاك بسناني، وهذيك خيتي ما عندنا ما نديرو بها، ما هي من سهمنا ما حنا من سهمها. نهار الاول قلتها لك، قلت لك هذيك راه غطوفك وغتندمك على النهار اللي مشيتي عندها. فعلا داكشي اللي درت، مشيت خرجت هذاك سبكت غنخرجوا ندورو شويه، كنت فكرت بسطامي تسنيني في المحلبه، انا جاي حطيتها في المحلبه ومشيت. رجعت قلبت شفت النعت اللي قالت لي الدريه في البلاكار، لقيت التليفون لقيته شاعل وداير ليه سيلونسيو، هزيته خبيته. الذهيبات اللي كنت شاري ليها هزيتهم، قالت لي اختي هزيت كاع دوك الذهيبات اللي كنت شاري ليها. لقيت سيده عندها دبازي ديال الفلوس خاشياهم في الحوايج، هذوك فلوس الحرام ما عندي ما ندير بفلوسها ولا بفلوس حرامها. انا كنضرب التماره باش نوكل بنتي بالحلال بعرق كتافي وعرق جبيني، وهي كتدخل عليا الحرام. خليت لها فلوسها، جمعتهم لها في شاكوش، جمعت لها حوايجها في شاكوش. هبطت عندها مشيت عندها. بنتي خليتها في الدار، عند واحد الجاره في العماره، عند واحد الجاره قلت لها خليها عندك امانه تنجي. هبطت عندها في المحلابه قلت لها شوفي هاك شاكوشك فيه فلوسك وفيه حوايجك،
من هنا لدار والديك. قلت لها الا جيتي عندي للدار غندير لك ديكلاراسيون. قلت لها انت يا انسانه فاسده، عندي الدليل، عندي التليفون فيه كلشي داكشي اللي كديري، فيديوهاتك، الهضره ديالك، الكونفرساسيون ديالك، كلشي داكشي اللي دويتي مع الخليجيين، مع السواعده، مع العرب، مع كلشي، التحويلات الماليه اللي كيديروا لك كلشي عندي. قلت لها من اليوم انا ما بغيت معك، ما بغيت لا نقتلك لا نضربك لا ندير معك حتى مشاكل. انا واحد الانسان اللي مسالم درويش، تلاقينا خوت نتفرقوا خوت، ما انت من سهمي ما انا من سهمك. سيره بنت الناس عند والديك، براتك غادي توصلك، غنديروا طلاق اتفاقي. بغيتي تشدي معايا الزقير غنمشي نديكلاري بك وغنديروا الشو على هاد الدريه، نهار تكبر بغيت تزوج بها حد امها فاسده. ترمي عليا في العار ولا الشيطان، وانايا كنبغي الحوايج وكنبغي الروايح وكنبغي الفلوس وانت ما في جهدكش. وقالوا لي صحاباتي تعرفت على شي بنات وقالوا لي ندير هادشي، راه والله ما كندير شي حاجه برا، راه غير في التليفون، هذاك الشيء راه في الكاميرا، عمرني ما خرجت مع شي واحد، عمرني ما تلاقيت مع شي واحد. الله اعلم اللي يدير في المواقع يدير في الواقع. وعلى هادشي ساهل كتهضروا في الحرام، هضروا فلوس الحرام، كتدخلي على بنتك الحرام يا المجرمه. قلت لها شوفي نسي الدريه، غنمشيو انا وياك عند المحامي وغادي ديري التنازل على الدريه وغنديروا طلاق اتفاقي. وسيري بنت الناس الله يسهل عليك في محسن، سيري شطحي ولا ردحي ولا دبري راسك، تقربي ليا ولا تقربي لبنتي راه غادي نفضحك بهادشي اللي عندي في التليفون. قلت لها غادي غندير لك الشو، غندير لك نصيفط لك ضاري بيك وغندير لك الشو صافي. التقار عطيني اتساع الغار صافي. مشات كتبكي كتنحط، ما خلات ما داتش. مشيت عند والديها قلت لها شوفي غنفضحك حتى مع والديك، نصيفط لك خوت داكشي. قالت لي لا عافاك ونقول لها ما تفاهمناش وصافي. قلت لها صافي. مشيت عند والديك قلت لها شوفها بنتكم، انا هي ما راضياش بعيشتي، ما راضياش بداكشي اللي انا كنوفروا ليها، تلاقينا خوت تفرقوا خوت. قالت لي يا ويلي وتلوح كليتيها اللحم وتلوحها عظم، والدريه فينا هي بنتنا، فينا هي الصغيوره، علاش ما تعطاش ليها؟ قالت لها صافي ماما تفاهمت معاه، هو غير ربي الدريه وانا غنمشي نعاود حياتي، انا باقا صغيره و100 الف واحد يتمناني. قالت لها شات تخربيق. قالت لها ما شات تخربق. قالت لها صافي انا اتفقت انا وياه غنديروا طلاق اتفاقي صافي. سالينا، انا مبقيتش باغا هو مبقاش باغيني، سالينا تلاقينا خوت نتفرقوا خوت بلا شوها بلا فضيحه بلا مضاربات. داكشي اللي كان. درت الاجراءات، فرقت معاها. اختي دبرات لي على الكونطرا، بنتي عطيتها لاختي هي اللي مربياها دابا مع وسط وليداتها في واحد الجو نقي، جو الدين والصلاه حفظ القران، وليداتها تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم. وانا خدام دابا على برا، كنجمع فليسات، كنتقاتل باش ان شاء الله نرجع لبلادي وندير المشروع ديالي ونكبر بنتي، وناوي نعاود نتزوج ان شاء الله، ولكن بوحده اللي من توبي، وحده اللي من سهمي، وحده اللي من دمي، وحده اللي من عائلتي، اللي عارفه اش كتسوى. ما بقاتش في الزين، بقات في زين الفعل ماشي زين الوجه. شاركت معكم قصتي باش نقول لكم عمركم ما تطمعوا في الزين، راه دائما الكمال لله. اللي عندها زينة الوجه ما كيكونش عندها زينة الفعل، وما كنعممش. ولكن بغيتكم تنصحوني وتقول لي هذا الشيء اللي درت واش هو الشيء اللي كان خاصو يدار. شحال من مره كيتنادم معايا الحال كنقول ناري ما برداتش، كنقول كان عليا نمشي نديكلاري بها، كان عليا ندير لها الشوها في دربهم، الشوها مع عائلتها نفضحها. بعض المرات كنقول لا، الا فضحتها بحال فضحت راسي وفضحت بنتي. اللهم تفكينا بلا مشاكل، سلينا الشوكه بلا دم. قولوا لي في التعاليق واش هادشي اللي درت صحيح ولا غلط، وادعوا معايا الله يسهل عليا في محسن. قصنا سالات، نتمنى تكونوا خديتوا منها العبره، والله يعوض عليه بالخير. ونتمنى تخليوا لي تعاليقكم، دعواتكم ونصائحكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك باش يوصلكم دائما كل جديد. احبكم في الله.